مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. هكلمكم عن عداوه انا صراحه شايفها انها اندر ريتد جدا ومش واخده حقها، وهي عداوه سي ام بانك وبروك ليسنر، ذا بيست ان ذا وورلد فيرسز ذا بيست. واحده من اهم وافضل العداوات اللي حصلت في تاريخ سي ام بانك، عداوته مع بروك ليسنر وبول هيمن. وسي ام بانك معروف دايما ان هو عداوته مع اي مصارع بتطلع قويه، لكن عداوته المره دي مع الوحش بروك ليسنر. فتعالوا اكلمكم عن قصه العداوه دي وبدايتها وانتهت ازاي. وحابب افكركم تاني، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونبدا بعد الانترو ويلا بينا. I want the best versus the beast. Your challenge is accepted. سي ام بانك كان في الوقت ده لسه بشخصيته الجديده، وكان بادئ في الشخصيه المحبوبه بعد ما كان مكروه ومحتفظ بالحزام الدبليو دبليو اي لاكتر من سنه. وفي الفتره اللي كان محتفظ بيها باللقب كان معاه مدير اعماله وهو كان بول هيمن، وخسر اللقب لزاروك. وبعد كده دخل في مواجهه مع اندرتيكر في راس المنيا 29، وخسر برضه مواجهته مع اندرتيكر. وده خلى بانك ياخد قرار جديد ان هو يغير من شخصيته تماما، وقعد بعدها فتره غايب عن المصارعه ورجع بالشخصيه الفيس، وبقى بيحاول يبني نفسه تاني من اول وجديد ان هو يخش في مواجهه تانية على اللقب. وساعتها في الوقت ده ما كانش محتاج قوي لبول هيمن، ويمكن دي من الاسباب اللي خلت بول هيمن ان هو يكره سي ام بانك، لان هو لقى سي ام بانك انه فعلا ما بقاش محتاجه ولا بقى ياخد رايه زي الاول. ونروح لعرض الرو بتاريخ 17 يوليو 2013. سي ام بانك كان ساعتها قدام بطل العالم للوزن التقيل واللي كان ساعتها البرتو ديل ريو، كان في ماتش فردي معاه، وكان مسيطر سي ام بانك طول الماتش وعمل في الاخر جي تي اس ليه. بس البرتو ديل ريو وقع بره الحلبه، ومدير اعماله ساعتها كان ريكاردو رودريجيز. الحكم طبعا عدى على البرتو ديل ريو لحد 10، وبكده يكون خسر، واللي كسب سي ام بانك. والمذيع بيعلن عن فوز خلاص سي ام بانك، وفجاه وبدون اي سبب ويطلع له الوحش بروك ليسنر. وسي ام بانك مستغرب هو طالع له ليه ولا عايز منه ايه. وبروك ليسنر يلف شويه حوالين الحلبه وبعد كده يطلع له ومعاه المايك في ايده، على اساس ان بروك ليسنر بيتكلم وكده يعني. فبروك ليسنر خلاص ماسك المايك وعامل نفسه هيتكلم، وراح فجاه رازع سي ام بانك واحده اف 5، وقعد بعدها يضحك شويه اللي هو وسط تساؤلات ليه بروك ليسنر عمل كده واشمعنى مستقصد سي ام بانك. وفي الاسبوع اللي بعده في عرض الرو، سي ام بانك وبول هيمن على حلبه واحده، وبدا سي ام بانك بالكلام وقال لبول هيمن انا بكلمك دلوقتي كاصدقاء، فقال له انا عايزك يا بول هيمن تعرف بروك ليسنر ان انا جاي له، وانا مش مهتم اذا كان بروك ليسنر اضخم مني ولا اقوى مني. عارف ليه؟ لان هو اصلا مش افضل مني، وانت عارف كويس انا هقدر اقول لك ايه بعد كده، انا افضل مصارع على الكوكب ده. وبروك ليسنر اصلا ما عندوش الجرأه انه يقف قدامي دلوقتي عشان اقول له الكلام ده، والوحش بتاعك ده يا بول انا ههزمه. انت عارف كويس انا ما بيفرقش معايا القصص اللي سمعتها عنك ولا الاكاذيب واللي حذروني منك، انا بس عايز اعرف بروك ليسنر هاجمني من نفسه ولا كان باوامر منك؟ هل كل ده كان بسبب ان انا قلت لك يا بول ما تقفش تاني معايا ولا تبقى المساعد بتاعي، وعشان قلت لك ما تتدخلش في حاجتي الشخصيه، وعلشان كده بتبعت لي بروك ليسنر؟ لاول مره يا بول انا بطلب منك تقول لي الحقيقه. انت ممكن تضحك عليهم لكن ما تقدرش تكذب عليا، فقول لي الحقيقه وما تكذبش، واحلف بحياه ولادك انك انت فعلا بتقول الحقيقه، وقول انك مش انت اللي قلت ان بروك ليسنر هو اللي يهاجمني. اخد بول هيمن المايك وجي دور ان هو يتكلم، وقال لبانك انا ما كنتش اتمنى ان احنا نقف نتكلم كده بالطريقه دي يوما ما، وانت عايز تعرف الحقيقه وعايز تعرف ده من خلالي، وعلشان انت افضل صديق ليا وانا هقول لك الحقيقه لانك انت تستحق فعلا ان انا اقول لك الحقيقه مباشره في وشك. وبول هيمن راح حلف بولاده ان هو فعلا ما كانش يعرف ان بروك ليسنر هيجيله الاسبوع اللي فات. وبعدها بول هيمن استغل سي ام بانك ولعب على مشاعره شويه، وبول هيمن معروف اصلا من زمان ان هو ثعلب وحرفيا دماغه دماغ شيطان، وقال لسي ام بانك انا بحبك وانت افضل صديق ليه، واكتر حاجه اتمناها لك ان انت تتصدر الحدث الرئيسي لعرض راس المنيا. وده كان فعلا حلم سي ام بانك ان هو يتصدر المين ايفنت لراس المنيا. واستكمل بول هيمن كلامه لسي ام بانك وقال له اتمنى انك انت كمان تاخد حزام الدبليو دبليو اي، وعاد له كلامه تاني وقال له ان انا بحبك وعمري ما هخلي اي مصارع يتقدم قدامك او يتفوق عليك حتى ولو كان بروك ليسنر نفسه. وقال لي سي ام بانك في 2005 و2006 بدايتك هنا في المصارعه كان بيتقال لي من كله تخلص من الشخص ده، لكن انا رفضت، ودلوقتي في 2013 الجمهور بيقولك تخلص مني، بس انا مش هعترض معاك ولا هقول لك حاجه، ده قرارك واختيارك انت. وبعدها بول هيمن ساب المايك وفضل واقف متاثر كده وقاعد حزين ومتضايق، اللي هو يا بانك تظلمني كده وتشك فيا، اللي هو تقسى عليا انا، تجرح قلبي انا. وفعلا سي ام بانك اتاثر وصدق بول هيمن والله تأثرت ليك لحظة أبكي. وقال له انا اسف اني شكيت فيك، وحضن بول هيمن. وخلصت الفقره المؤثره دي على كده. وبعد كده في الكواليس بول هيمن يروح لسي ام بانك علشان يترجاه ويطلب منه انه يقف معاه في الماتش بتاعه اللي هيكون على الشنطه في عرض ماني ان ذا بانك.
كنوع يعني ان هو يبقى داعم ليه في الماتش ده. وطبعا سي ام بانك كان بيرفض اصلا ان بول هيمن يقف معاه، فبول هيمن قاعد يتحايل عليه لحد ما سي ام بانك وافق. ونروح لعرض ماني ان ذا بانك والماتش بتاع الشنطه. سي ام بانك بيواجه مصارعين كلهم حرفيا تقال، وعايز يكسب الشنطه علشان يحقق حلمه من تاني ويفوز بلقب الدبليو دبليو اي. وفي نهايه الماتش وخلاص سي ام بانك كان مسيطر وهيطلع ياخد الشنطه، قام بول هيمن غدر ببانك وحدف عليه السلم لحد ما وقعه، وقعد يحدف عليه السلم كذا مره لحد ما سي ام بانك اتعور في وشه واغمى عليه وخسر فرصته بان هو يفوز بالشنطه. واللي كسب ماتش الشنطه ده ساعتها كان الفايبر راندي اورتن، وسي ام بانك معرفش يكسب ساعتها بسبب خيانه وغدر بول هيمن. ودلوقتي بقت كل حاجه واضحه لبانك، وانه فعلا بول هيمن هو اللي كان باعت له بروك ليسنر يضربه. وفي عرض الرو اللي بعد ماني ان ذا بانك على طول، سي ام بانك كان طالع الحلبه ومتغاظ جدا وجواه انتقام وعايز ياخد حقه من اللي عمله فيه بول هيمن في ماني ان ذا بانك. وطلع له بول هيمن، بس طبعا فضل واقف عند مدخل المصارعين علشان لو طلع لسي ام بانك على الحلبه سي ام بانك حرفيا هياكله. المهم اتكلم بول هيمن وقال لسي ام بانك انا حاليا شايف قدامي حلبه فاضيه، لانه في العالم بتاعي انت مش موجود اصلا، لانه في 2005 الدبليو دبليو اي ما كانش عندها رؤيه ليك اصلا، لكن انا اعتبرتك صديق ليا واخدتك وعلمتك ودربتك وعرضت حياتي المهنيه للخطر عشانك برضو يا بانك. وده وصلنا في الاخر ان انت تبقى مصارع مقاتل مدافع بلا منازع، معاك لقب الدبليو دبليو اي لمده 434 يوم، ومع بعض كنا على تكه ان احنا نوصل نكسر سلسله اندرتيكر في راس المنيا، لان احنا مع بعض كنا الافضل، لانك انت من غيري من غير بول هيمن انت مش البيست ان ذا وورلد. وكمل كلامه بول هيمن وقال لي سي ام بانك انا اللي عملتك والتاريخ هيكتب ده، لان تعالى نتكلم في الحقيقه، انت بلا عائله وبلا زوجه وبلا اولاد، وكل اللي تملكه هم دول، واللي شاور عليه ساعتها بول هيمن كان الجمهور، وقال له كل اللي عندك هو الجمهور والهتاف بتاعهم. وتعالى اقول لك على الحقيقه المؤلمه، انا خنتك علشان انت عمرك ما هتقدر تغلب الوحش بروك ليسنر. ورد عليه سي ام بانك قال له انت كده خلاص خلصت؟ اقول لك بقى الحقيقه المؤلمه ان انا كنت بثق فيك يا بول هيمن، وبسببك واخد 13 غرزه بسبب خبطه السلم اللي انت عملتها امبارح. والحقيقه التانيه انت اكتر واحد تعرفني عن اي حد تاني، وانت عارف ان انا اكتر شخص عنيد على الكوكب ده، ومش هقف لحد ما اوصل للي انا عايزه، وهولع في كل حاجه حواليك وهضرب لك اي حد يتشدد لك وهاذيك وهينك. فقول لي بقى يا ابن انا بقى كده كداب؟ ففضل بول هيمن بيبص لسي ام بانك وهو مصدوم جدا لحد ما فجأة دقت موسيقى بروك ليسنر وخرج لسي ام بانك. وسي ام بانك واقف على الحلبة واقف لبروك ليسنر اللي هو تعالى بقى انا مستنيك من الصبح تعالى. فبروك ليسنر فضل واقف تحت الحلبة، قام بول هيمن اتسحب من ورا الحلبة وقام طالع لسي ام بانك ضربه في ظهره. قام بروك ليسنر ولا كانه شاف فريسته، قام شده من رجله وجه عشان يعملوا اف 5، بس سي ام بانك صدها وقعد يضربه، لكن ضرباته ما كانتش مؤثرة على بروك ليسنر خالص. قام حدفه على كورنر، قام سي ام بانك يضربه تاني، قام بروك ليسنر مسكه ضربه تاني. حرفيا بروك ليسنر عمل منه بطاطس محمره يعتبر، لكن سي ام بانك عنده يخليه يقوم ويجي على نفسه ويقوم يضرب بروك ليسنر. لكن بالنسبه لبروك ليسنر لا حياه لمن تنادي، بيمسك سي ام بانك يعجنه لحد ما انتهت الخناقه دي بان بروك ليسنر يعمل لسي ام بانك اف 5 على ترابيزه التعليق، ويفضل واقف بروك ليسنر مستني سي ام بانك يقوم له تاني وقاعد مبسوط لحد ما اقتنع ان سي ام بانك خلاص يعني واخد فوق دماغه ومش هيقوم له تاني، فخد بعضه ومشي. في عرض الرو الاسبوع اللي بعده سي ام بانك يطلع وهو غضبان جدا، واتكلم وقال ان هو مش فارق معاه بروك ليسنر قد ايه هو ضخم، مهاراته قوي جدا على الحلبة، سريع في ضرباته، مش فارق معاه هو كسر اندرتيكر وجون سينا ولا تريبل اتش، لكن حاجة واحدة بس اللي انا شفتها في بروك ليسنر وهي الخوف، وانا ما بخافش من بروك ليسنر. وبالنسبة لبول هيمن هندمه كل يوم على اللي عمله معايا ده، وهفضل احارب لحد ما ارجع بروك ليسنر مكان ما جه، لان المكان ده ينتسب ليا انا، لان يا بروك ليسنر لما احط ايدي عليك هخليك تعاني، فانا ههينك في سمر اسلام، عشان كده انا عايز مباراة البيست فيرسز ذا بيست في سمر اسلام. قام طلع له بول هيمن على الشاشة وقعد يتريق كده شويه عليه وقال لي سي ام بانك انت غبي ولسه اصلا بتتألم من الاصابه اللي عملتها لك ساعه ماتش ماني ان ذا بانك، وانت كمان بتعاني من الضرب اللي عمله لك بروك ليسنر الاسبوع اللي فات، انت مش شايف نفسك بقيت عامل ازاي؟ وبالنسبه لمواجهتك قدام بروك ليسنر فكده هي خلاص اتقبلت، وما تقعدش تقول البيست فيرسس ذا بيست الافضل ضد الوحش، لان احنا كلنا عارفين وانت عارف وانا عارف ان الافضل هو الوحش. وفي الاسبوع اللي بعده في عرض الرو اتحددت مواجهه بين سي ام بانك وكيرتس اكسل، وده كان واحد من رجاله بول هيمن برضه، بس بالنسبه لسي ام بانك سي ام بانك يتفوق عليه جدا واقوى منه، فطبعا اغلب الماتش مسيطر فيه سي ام بانك. وفي نص المباراه سي ام بانك ادى راح بول هيمن يطمن على كيرتس اكسل من جنب الحلبه، واول ما سي ام بانك شاف كده قام جري راح مسك بول هيمن واللي هو تعالى لي بقى يا ابن الذين انا ساكت لك من الصبح، ده انا هنفخك تعالى هيمن. قام سي ام بانك راح سايب بول هيمن وراح واقف في نص الحلبه مستني بروك ليسنر يجي له، اللي هو تعالى لي بقى انا فوقت لك بقى من الضربه الاخيره. قام كيرتس اكسل شد سي ام بانك من رجله قام منزله تحت، فسي ام بانك راح شايله عامل له جي تي اس وراح يجيب كورس بقى وراح مديله في وشه كتير، بس برضه ولا مأثر على بروك ليسنر. قام مكمل عليه ضرب وراح نط عليه من فوق ترابيزه التعليق،
قام بعدها بروك ليسنر مديله واحده سوبلكس رقدته. قام خده على الحلبه فوق علشان يكمل عليه ضرب وخلاص هيعمله اف 5. فلت منه سي ام بانك وقام ضربه بالكرسي. فبروك ليسنر اترمى على الارض. فمين اللي فضل واقف على الحلبه؟ بول هيمن وسي ام بانك. سي ام بانك خلاص شاف بول هيمن وهيروح يضربه. بول هيمن كان خلاص هيعيط وينزل له على الارض وخلاص سامحني ومش قصدي ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. وخلاص سي ام بانك كان هيضرب بول هيمن. قام بروك ليسنر عمل اف 5 لسي ام بانك. وبول هيمن اللي كان قالب بطه بلدي راح قالب فجاه وشه وقال لبروك ليسنر اضرب سي ام بانك بالكرسي. وفعلا ده اللي حصل. وانتهت الفقره دي برضه على كده. وفي الاسبوع اللي بعده يطلع بول هيمن وبروك ليسنر على الحلبه، والمفروض ان كان في ماتش متحدد بين بول هيمن وسي ام بانك. فقام اتكلم بول هيمن وقال انا ما عنديش مانع الاعب سي ام بانك، بس مش هلعبه لوحدي. الماتش مش هيبقى واحد قدام واحد، هيبقى واحد قدام اتنين، انا والوحش بروك ليسنر. وسي ام بانك هيجي دلوقتي وهيلعب دور البطل، بس هو بطل غبي واصلا هيحبطكم كلكم وكل اللي بيهتف باسمه مش هيطلع لانه هيتدمر على ايد الوحش بروك ليسنر. فيا سي ام بانك دلوقتي هتلعب دور الجبان الذكي ولا البطل الغبي؟ واشتغلت بعدها موسيقى سي ام بانك وواقفين مستنيينه يطلع لهم وباصين على مدخل المصارعين. بس سي ام بانك قالك الناس دي غداره اصلا وما يجيش معاهم الواحد سكه دغري خالص. وقام طالع من ورا الحلبه واخد الكاميرا من المصور وقام داخل على بروك ليسنر وضربه بالكاميرا في وشه. فبروك ليسنر وقع على الارض ونزل فيه سي ام بانك ضرب بالكاميرا برضه. بعدها بروك ليسنر اتسحب عشان ينزل بره الحلبه. فسي ام بانك اللي هو انا هسيبك يلا وقام نطت على بروك ليسنر بره الحلبه وقعه على الارض. بعدها جاب الكرسي الحديدي ونزل ضرب برضه فوق بروك ليسنر ما سابوش. واللي واقف على الحلبه لوحده عمال يتفرج على اللي بيحصل ده وهو كان بول هيمن. فسي ام بانك خلاص هيطلع له بول هيمن يا بروك يا بروك قوم يا بروك يا سليمان بالله عليك قوم يا سليمان الحقني. وقعد يصوت وخد بعضه وجري. فسي ام بانك راح جري وراه فطلع كيرتس اكسل ينقذ بول هيمن. فسي ام بانك مسكه ضربه وعمله في الاخر جي تي اس. وفضل بعدها واقف عند مدخل المصارعين وقعد يزعق ويقول اي ام ذا بيست ان ذا وورلد وبيبص لبروك ليسنر اللي كان ساعتها بروك ليسنر قاعد مش قادر يقوم وعمال ياخد في نفسه بالعافيه ولا قادر كان يتحرك لسي ام بانك خالص. وانتهت الفقره دي على كده. وده كان اخر برومو ما بينهم قبل الماتش بتاعهم في سمر سلام. ونروح بعد كده للماتش الملحمي ما بينهم بروك ليسنر فيرسس سي ام بانك في عرض سمر سلام 2013. وبصراحه الاثنين عملوا ماتش من اجمد الماتشات اللي حصلت في تاريخهم الاثنين بصراحه. والجميل كمان في الماتش انه ما كانش فيه اي سيطره كامله. يعني بروك ليسنر ما سيطرش طول الماتش اصلا على سي ام بانك. الماتش كله كان خد وهات. وسي ام بانك كان بيعرف يتعامل مع بروك ليسنر وازاي بيرد له الضربه. فالماتش ده كان فعلا قايم بفكره الذكاء والقوه. سي ام بانك كان بيلعب بعقله وطبعا بروك ليسنر بقوته. والماتش كمان كان نو ديسكواليفيكيشن وده كان مديهم كمان فرصه ان هم يستخدموا الاسلحه براحتهم بتاعه الماتش. وفي نهايه الماتش خلاص سي ام بانك كان مسيطر على بروك ليسنر وعلى وشك ان هو يكسبه فعلا وكان عامل له حركه استسلام. فسي ام بانك كان لاقط اصلا بول هيمن وهو بيطلع له بالكرسي فاللي هو بقى تعالى بقى انت بقى اللي قرفني في عيشتي ومبهدلني معاك ومش عارف اوصل لك. وقام مديله بالبوكس وعمل لبول هيمن حركه الاستسلام ونسي ان كان في اصلا بروك ليسنر معاه الحلبه. فطبعا بروك ليسنر استغل الفرصه دي وراح جايب كرسي الحديدي وضرب بيه سي ام بانك وعمل له بعدها الاف 5 وثبت وكسب بروك ليسنر. وانتهت العداوه بين سي ام بانك وبروك ليسنر ساعتها. لكن عداوته مع بول هيمن ما كانتش وقفت. بس العداوه بتاعت بروك ليسنر وسي ام بانك دي تقييمي ليها بصراحه ياخد 9.5 من 10 لانها فعلا كانت عداوه تقيله جدا. واغلب الجمهور فعلا بيحب العداوه دي علشان شافوا قد ايه سي ام بانك كان عارف يجاري بروك ليسنر وما عرفش يخلي بروك ليسنر ان هو يسيطر عليه. وبروك ليسنر بعد الماتش كان باين عليه فعلا قد ايه هو مرهق وتعب جدا في الماتش مع سي ام بانك. وهنا انا اكون خلصت معاكم. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات كنتوا بتشجعوا مين في العداوه دي وايه رايكم في الحلقه. مستني اعرف رايكم. سلام عليكم.